حد يقول لي كده الvariable كانت بتتكوّن من إيه؟ name وvalue. الvariable بتتكوّن من name وvalue، ده كلام منطقي. technically ده سؤال إحنا جاوبنا عليه ناجحين، بس مش professional. ليه بقى؟ لإن في حاجات تانية أكتر. خلّيني ناخدها step by step كده. هو أنت لمّا بتيجي تعمل variable جوّه figma، مش أنت لازم تختار أصلًا هو نوع الvariable ده إيه؟ عندنا color وstring وnumber وboolean. يبقى أنا كده خدت بالي من إيه؟ خدت بالي إن إحنا كده عندنا الtype. يعني كده الvariable ليها type وليها name وليها value، صح؟ طيب هل كده بس؟ لأ، أنت لو جيت تبُص كمان هتلاقي إن الvariable دي ينفع تدّي لها description بيشرح الvariable بتاعها إيه، ده من ضمن الحاجات اللي بتفيد الdevelopers بالك؟ لازم يكون عندنا documentation وهنشوف برضه هنعمل documentation إزاي والكلام ده. فلمّا تيجي بقى تتعمق أكتر، أكتر، هتلاقي لأ يا أستاذ، ده ما تقوليش الnumber variable هي بس number كده لأ، دي ممكن تكون font size، ممكن تكون spacing، ممكن تكون border width، ممكن تكون حاجات تانية كتير، صح؟ فتيجي تخش هنا على إيه، على الvariable scope، وهنا بقى بتقفش بقى الحاجات دي إزاي؟ في الdesign tokens community group، ماشي، في حاجة اسمها DTCG، دي لازم كده أول ما تسمع DTCG يعني design tokens community group، ده الreference، ده يعني تقدر تقول الويكيبيديا يعني بتاع قوانين الdesign tokens. جُم كده أساتذة الdesign system والdesign tokens في العالم عملوا هذا الcommunity وقعدوا يحطوا زي documentation كده بتقول والله دي قواعد، أي حد المفروض يمشي عليها. والgood news إن من كام شهر الحمد لله فيجما أعلنت إن الvariable system عندها بقى متوافق مع الdesign tokens community group structure. طيب بتقفش ده منين؟ بتقفش ده يا معلم من ملفات الJSON. شايفين الشاشة دي كده؟ الشاشة دي من ضمن الحاجات الpresentations اللي كان عاملاها Token Studio، ماشي، ولو لاحظت هتلاقي إن هو بيقول لك إن الdesign tokens بتتخزن هنا على JSON code وكاتب لك إن دي common language. ليه بقى common language هنا as a JSON code؟ عشان ده حضرتك بتقدر تحوّله لحاجات كتير. ينفع تاخد الJSON code ده تحطه جوّه Figma، ينفع تحطه جوّه Token Studio، ينفع تحطه جوّه Pinbot، ينفع كمان تحوّله لCSS، لSASS، لKotlin، لSwift UI، لXML، لأي لغات البرمجة اللي developers بيحتاجوها. ولو لاحظت هتلاقي بيقول لك إن بشكل عام كده إن كل حاجة هنا هتلاقي ليها type وname وvalue وdescription. طبعًا الdescription ده optional، الtype ده أساسي، الname أساسي، الvalue أساسي. ما ينفعش نبقى مش موجودين عندنا. لمّا بقى بتيجي تفتح هذا الJSON يا صديقي العزيز وهنشوف بقى الكلام ده مع بعض، أي JSON بقى فيه tokens هتلاقي فيه تفاصيل كتير بتختلف من أداة لأداة. يعني والله العظيم إحنا بنخش في مراحل متقدمة وإحنا لسه في الأول، بس ما فيش مشكلة. يعني مثلًا بقى في feature، ماشي، هذه الfeature الجميلة في Figma ينفع إن أنت تexport. Figma مطلّعة variable اسمها مثلًا background، الtype بتاعها أهو كاتبه color، الvalue بُص حَط اللون إزاي، حَط اللون في حاجات كتير، كتب sRGB عشان ده الcolor space وحوّل الcolor لأرقام، ودي درجة الشفافية بتاعه جوّه الألفا، ودي الhexa code برضه بتاع الcolor. ده تعريف عشان يمشي على حاجات كتير، خلاص؟ يعني الvalue بتبدأ من هنا بتنتهي من هنا. لمّا بتيجي تimplement ده في حاجات فعادي ممكن يقرا ده أسهل، ممكن يقرا ده أسهل. طيب وبرضه طلّع هنا extensions، طلّع إيه بقى كمان؟ قال لك الvariable ID بما إن ده طالع من جوّه Figma، ده الvariable ID، وحَط كمان الvariable scope all scope عشان ما كانش متحدد وهكذا. لمّا تيجي تشوف مثلًا ملف لToken Studio plugin بتلاقي الموضوع مختلف شوية، على حسب كل واحد بيحوّل الكلام ده إزاي. بُص هنا كده عامل إزاي، طلّع والله بس هنا الtype اسم الvariable أهو primary، نوعها color، ودي الvalue بتاعها. ما طلّعش بقية الحاجات، ماشي. بس طبعًا الtype برضه هنا هيختلف، لإن أنت لو عندك في Figma number variable، الnumber variable دي هتطلع number بس هيطلّع الscope بتاعها لو أنت حاطط الscope. لكن مثلًا هنا لو جينا نشوف مثلًا الspacing وتقول مثلًا spacing مثلًا 12 مثلًا وتدّي لها value مثلًا 12 بيكسل، لمّا تيجي تشوف الكلام ده في الكود هتلاقي إن الtype حاطّه spacing. جاب الاسم ده منين؟ مش من هنا، جاب الاسم ده علشان حضرتك هو مقسّم الnumber variables هنا categories، ده spacing، sizing ده number برضه، border radius ده number، border width number، ماشي، opacity ده number، box shadow هيبقى فيه numbers، واخد بالك، font weight number، line فمفرّق ما بينهم، وصلت؟ طبعًا ينفع إن أنت تحط description عادي، يعني أنت ممكن تيجي هنا تقول له edit وهتلاقي الجزء بتاع الdescription. Figma برضه
لو عندك هنا في الvariables لو جيت تعمل أي variable هنا برضه هنا أهو، أنا مش واخد بالي، هنا أهو الdescription خدت بالك؟ طبعًا من ضمن الحاجات الجميلة بقى مؤخرًا إن الAI ممكن يكتب لك الdescription ده جوّه على طول، تخش بنتعمق أكتر بقى بتلاقي لأ، في تفاصيل مش name وvalue هي لها تفاصيل أكتر، التفاصيل دي سهل إن أنت تعرفها من ملفات الJSON. الsource اللي المفروض الناس كلها تمشي عليه هو الdesign tokens community group. فطبعًا أي حد بيبني أي tool أو بيبني أي حاجة دلوقتي المفروض بيمشي على هذه القواعد، خدت بالك؟ علشان يبقى الناس تعرف تستخدم ال الtool بتاعه أو الoutput اللي بيطلع منها يبقى شغال ومضبوط وجميل.